بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم العدس، والعدس ده من الأكلات الشتوية، هو مفيد طبعا وبيدي باور كده وبيدي يعني طاقة للجسم، بس في ناس كتير مع الأسف ما بيحبوش. قبل ما ابتدي معاكم في الفيديو، انا هكمل معاكم قصه الاسراء والمعراج. انا كنت في الفيديو اللي فات خلصت معاكم قصه الاسراء لغايه ما وصل الرسول عليه الصلاه والسلام الى المسجد الاقصى، وسلم على الانبياء والرسل وصلى بيهم ركعتين. وبعد كده هنكمل بقى ان شاء الله النهارده. بعد ما صلى سيدنا محمد بالانبياء، خدوا جبريل الى الصخره المشرفه، وبعد كده حملوا على جناحيه وعرج به الى السماء. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: عندما عرج بنا إلى السماء الأولى استفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم بعث إليه. ففتح لنا فإذا بآدم عليه السلام، فرحب به ودعا لنا بالخير. ورأى إن سيدنا آدم كان كل ما بيبص عن يمينه كان بيضحك، وكل ما يبص عن شماله كان بيبكي. فسأل سيدنا محمد سيدنا جبريل عليه السلام: فليه إيه السبب؟ فقال له: لما سيدنا آدم عليه السلام بيبص عن يمينه بيشوف جمع أو يعني حبة من أمته أو من أولاده داخلين الجنة، فبيضحك وبيبسط. ولما بيبص عن شماله بيلاقي برضو جمع من أمته دخلوا النار، فبيبكي عشانهم. بعد كده عرج بهم إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. ففتح لنا فإذا بأخي عيسى وأخي يحيى عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم، فرحبوا بهم ودعوا له بالخير. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فإذا بيوسف عليه السلام. برضو استفتح جبريل، قال: ما قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم بعث إليه. فإذا بيوسف عليه السلام. وسيدنا يوسف احنا عارفين ان كان ربنا مديله شطر جمال الأرض أو نص جمال الأرض. ثم عرج بعد كده بيه إلى السماء الرابعة، فبرضو استفتح جبريل عليه السلام. قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم بعث إليه. ففتح فإذا بإدريس عليه السلام، فدعا لهم بالخير. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فإذا بهارون عليه السلام. والسماء السادسة فإذا بموسى عليه السلام. وفي السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وسيدنا إبراهيم كان مستند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور ده اللي هو تحت عرش الرحمن. البيت المعمور بيدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه التاني، يعني كل يوم 70,000 ملك بيخشوا يلفوا حوالين البيت المعمور. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هكمل معاكم. هنقول بسم الله. أنا عندي هنا عدس، هغسله كويس طبعا متنقي. عندي جزرتين مقطعاهم زي ما انتم شايفين كده. عندي بطاطسيه كبيره او بطاطسين متوسطين، بصلتين متوسطين، طماطمتين 3 4 زي ما تحبي، كام فص توم كده، مش اكتر من كده. انا ما بحطش في السلق توابل خالص، بسلقه زي ما هو كده. هغسل العدس كتير لانه بينزل لون ابيض كده، ودوت بيخلي العدس يفور منك على البوتاجاز كتير، فلازم تغسليه لغايه ما تلاقي الميه بتاعته بقت رايقه خالص. هحط العدس بقى وهحط عليه ميه من الحنفيه عادي خالص، وهنزل عليه بالخضار دوت. انا ما بكترش الميه، بحط له شويه ميه قليلين لغايه ما يغلي معايا غلوتين كده عشان ما يفرش مني. وبعد كده بديله الميه بقى ايه اللي هو عايزها. هرفعه بقى على النار، هيغلي كام غلوه كده زي ما انتم شايفين. هقلبه كويس وهزوده بقى الميه بتاعتي، وهوطي عليه النار او ههدي عليه النار وهغطيه لغايه ما يستوي. اكتر حاجه ما بتستويش في الحاجات دي او اكتر حاجه بتاخد سوا الجزر. لما الاقي الجزر معايا استوى هبقى اعرف كده ان كل حاجه استوت. بعد كده لو عندي هاندي بلندر انا بضربه على طول. ما عندكيش هاندي بلندر بلاش شفشق الخلاط عشان ما يكسرش منك او يتشرخ منك. يبقى تستني لما يبرد شويه وبعدين تضربيه في شفشق الخلاط. انا ضربته بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. بحب برضو اصفيه، احنا منقيين كل حاجه بس بحب اصفيه برضو. هصفيه كده زي ما انتم شايفين. ما بياخدش وقت معاكي طبعا في التصفيه برضو، لان انت منقيه كل حاجه والخضار كله مستوي معاكي كويس ومهري. معنى ان الجزر استوى يبقى الطماطم اتهرت خالص والبطاطس اتهرت خالص معاكي، كل الخضار استوى يعني. هصفيه بقى كده كويس.
معلقة سمنة بلدي بقى. هجيب كوباية شعرية كبيرة، ده لو حابة تعملي شوربة شعرية يعني بتاعة العدس غير اللي هي بتاعة الفتة. حابة تعملي بس حاجة واحدة يبقى قللي الشعرية شوية. احمر الشعريه، انا مش عايزاه توصل للون الذهبي كده، بس اللون الذهبي ده لما تحطي عليها العدس لونه هيفتح معاكي، هيبقى لونها زي المسلوق كده، وهتنزل النشا بتاعك. يعني زودي التحمير عليها شويه، وهنزل عليها بقى بحبه فلفل اسمر وحبه كزبره وكمون ونص معلقه شطه. طبعا لو ما بتحبوش الاكل سبايسي يبقى ابعدي الشطه خالص. انا كده حمرت الشعريه، هبتدي انقصها، هحط في الحله الصغيره حوالي 3 ارباع الشعريه، دي اللي هعمل فيها شوربه الشعريه. هنزل بقى بالعدس جزء هنا وجزء هنا، بس اللي فيها الشعرية هزودها كوباية مية كمان، لأن الشعرية طبيعي بتتقل، الشعرية والمكرونات كلها ولسان عصفور لما بتحطي عليهم شوربة أو مية بيتقلوا معاكي، فبزود كوباية مية واحدة بس عليها، وأحط بقى الملح بتاعي، وأحط نص معلقة سكر. يبقى أنا كده حطيت كمون وحطيت كزبرة وحطيت شطة وحطيت فلفل أسمر والملح ونص معلقة السكر. غلوة واحدة بس وبروح طافية عليه كده، استوى معايا خالص. هجيب معلقة سمنة برضو كده في الطاسة، وهدق حبة توم ومعاهم معلقة كزبرة، بيدوها طعم وريحة حلوة أوي للعدس. هحمرهم بقى لغاية ما اوصلهم للون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بجزء كده بسم الله على الشوربة وجزء على الشعرية، وهخلي حبة صغيرين برضو هنزل عليهم بمعلقتين خل بسم الله كده، واحط عليهم حبة ملح وفلفل اسمر صغيرين، غلوة واحدة وهطفي عليهم على طول. وكده خلص معايا العدس بتاعي. هبتدي بقى اغرفه، ده اللي بالشعريه، ده يعني اللي الشعريه فيه اكتر، هو ده فيه شعريه وده فيه شعريه، بس اللي هو هيتاكل بالمعلقه ده فيه حوالي 3 ارباع الشعريه، وهنا حبه شعريه صغيرين دوت اللي هحط فيه العيش، هعمله فته وخل وثوم ومخرطين بصل وفيه ليمون. من الاكلات اللي الناس كتير قوي ناسيها وناس كتير قوي ما بتحبهاش، ومنهم ولادي بصراحه ما بيحبوهوش ما بياكلوهوش معايا، يعني كل واحد بياخد معلقتين بس بالعافيه كده، بس بصراحه من الحاجات اللي بحبها قوي. احط على وشها حبه شطه برضه صغيرين، لان انا بحب الاكل كله سبايسي. وده كان طريقتي في عمل العدس، طريقه سهله وبسيطه طبعا، واتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم، وبالف هنا.